الحقيقة الواحد بيقرر يهرب من الواقع الأليم اللي احنا عايشين فيه ويدخل العالم الافتراضي بتاع الفيسبوك. فأنا بصراحة لما بدخل الفيسبوك بحس ان انا ارجع للواقع الأليم احسن. يعني ايه حضراتكم افتح الفيسبوك الاقي واحد باعت لي اسمه نعيل سلبوته، حد قالك ان دي صفحة مولتي ذاكر عريان؟ البس وتعالى هقابلك ولا مش هرفض. اما تعملي لايك ولا كومنت يبان عند اصحابي ان انا علق لي عيل سلبوته. واحد باعت لي صداقة اسمه مخنوق من الدنيا. تفتح الفيس ليه؟ بتبعت طلبات صداقة للناس تخنقهم اكتر ليه؟ جيت تنتحر عندي في صفحتي دي صفحه الوفيات، لقيت واحده كاتبه انا بنت كيوت، يعني هي دي اللي ممكن يبقى فيها بصيص من الامل. افتح الصفحه بتاعتها الاقيها نصر عليها حاجات استغفر الله العظيم. انا شخص الخطا مثلنا اللي في بالك ابدا، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا عالم معفنه. الاستاذ عبده النتن، يعني انت معتز بنتنتك لدرجه ان انت نصرتها على الفيس؟ يعني انت لو نتن في الحقيقه استاذ مارك عامل لنا اسماء وهميه الله يستحله ويبارك له. يعني استاذ سلبوته لما بقى سلبوته ما حدش قال له حاجه، ممكن تغير اسمك. يعني حضرتك طب ليه ما كتبتي استاذ عبده النتن القذر عشان يبقى اسم العيله ثلاثي؟ فكره التعاري هي اول حضرتك ما بينط عندك في قلب الرسائل يقوم قايل لك انا سيدي من الجيزه وانا بنام المغرب، يا ريت نلخص يقول لي اسمك ايه. حضرتك مكتوب على الصفحه، مش عاملاها لك سربرايز في حياتك، مش مدخلاك تحل الكلمات المتقاطعه. عندك كام سنه؟ حضرتك من السجل المدني انت جاي تسنني وتسجلني؟ حد قالك ان انا ساقطه كيد؟ انت مرتبطه؟ حضرتك نونا المأذونه؟ هل حضرتك بتوصل عرسان ديليفري ولا انت خلاص عشان قابلتك فانت العريس المستقبلي؟ في وسط ما انت بتتكلمي كده يقوم قايل لك انا معجب بيكي بمحن كده، كنا انا اصلا حاطه صوره كرتون. اعجبتي بايه حضرتك؟ بالالوان اللي في الصوره؟ يعني ايه لما يقعد يقول لي انا حاسس ان انا اعرفك من زمان؟ انا لسه قابله صداقتك ما فيش ساعتين. حضرتك انت لو بصيت في الاشعارات هتلاقيه بيقول لك تم قبول صداقتك من مش عارفه ما كملتش ساعه ونص. ليه محسسني ان احنا اكلين مع بعض عيش وملح؟ نفس بقى حضراتكم جمله الاحساس اللي عنده، انا حاسس ان انت جواكي حزن عميق. ليه؟ حضرتك شغاله حساسه بالكهرباء؟ شغل الخدمه الاجتماعيه ده مبدئيا مش هيمشي معايا. قفلت بقى، كنت بتغدى بستحم بنام اي شيء في حياتي وافتح تاني بعد ساعتين يقول لي حضرتك بقالك ساعتين ما فتحتيش، ممكن اطمن عليكي كنت فين؟ هو انا خلاص عشان قابلت صداقتك انت بقيت واحد من العيله؟ ده انت حضرتك قدامك ساعتين كمان وتقول لي ما تنزليش من البيت الا ما تستاذنيني. الطلب بتاعه انا عايز رقمك، انا ما بديش رقمي لحد، هو انا حد؟ يا شيخ ركزوا بقى معايا عشان ده سؤال البلوغ على طول. انت لابسه ايه؟ يلا يا ابني المتضايقه، انا لابسه انت مالك ومال انا لابسه ايه ياض؟ هو انا لازم اسبسب لك واسرقع لك بالجزمه فوق دماغك عشان تحترم نفسك من الصبح؟ وفي نهايه حلقتي احب اقول لكم مثل اختم بيه معاكم في النهايه، وهو قليل الربايه لازم ياخد بالجزمه في النهايه.